أول اهتمام بالنسبة لنا ولكل مسلم هو قضية الشريعة الإسلامية وخطوات عملية لتطبيق الشريعة الإسلامية. أنا أسأل أخوان الحكومة شنو هي مشاريع القوانين اللي قدمتوها لتأكيد جديتكم في البدء بتطبيق خطوات لتطبيق الشريعة، استكمال تطبيق الشريعة في البلد. شنو الخطوات للحفاظ على قيم وأخلاق المجتمع الكويتي من بعض المظاهر من أقلية تحاول فرض رأيها وفرض سلوكها المشين على الشعب الكويتي. سبق أني كلمت الأخ وزير الداخلية السابق نائب الأول الشيخ نواف ولي العهد سمو العهد حفظه الله حول ضرورة حماية المجتمع الكويتي وحماية الأسر وحماية النظام العام من تعدي بعض المسيئين للأخلاق والقيم. لا يجوز أن يكون هناك مجاهرة في المعاصي وتحدي لمشاعر الأسر والعوائل وأهل الكويت المحافظين. يجب أن تتخذ الدولة إجراءات رسمية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء يعني غسل الحرام فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. أصبح مساء أخوي مسلم تكلم عن تهريب رسمي للخمور وتستر على جريمة، وسمعت أنه والله يقولون حق المخافر أن يوكم اللي لكن لا تودوا لهم قضية ترى تلتبس المحاكم لهالدرجة. شو اللي يزيد الفساد إلا التغاضي عنه وتراخي في مجابهته. لا يجوز الأخ الرئيس أن تتهاون الحكومة في حماية أخلاق وقيم المجتمع الكويتي. كروت الزيارة اللي قاعدة تأتي الآن مجاميع تمارس الرذيلة في الكويت وتم القبض عليها، والشرفاء يبلغون عنهم في الشوارع يفتنون الشباب يفتنون أهل الكويت. فينبغي للحكومة يكون لها موقف واضح جاد في حماية أهل الكويت من الفساد والمفسدين ونشر الرذائل، ويجب أن يكون هناك خطوات لتطبيق الشريعة الإسلامية عملية. هذه مسؤوليتنا جميعا. الله سبحانه وتعالى أمرنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الشريعة الربانية فيها الأمن والأمان وحماية أخلاق المجتمع الكويتي، بناء للإنسان. ودور الأخوة في الحكومة والمجلس مسؤولية مشتركة وأمانة عليهم جميعا. كل فساد اللي نشوفه شنو سببه؟ ضعف الوازع الديني، ضعف التربية. فينبغي أن نبني الإنسان، وهذه مسؤولية مشتركة. الوقت لا يتسع لجميع القضايا، سأركز على هذه القضية بين التربية وبين الأوقاف وبين الإعلام وبين الأسرة وبين الدولة. مسؤولية مشتركة لحماية المجتمع الكويتي وغرس الفضائل والقيم والأخلاق الحميدة الإسلامية وخطوات لتطبيق الشريعة الإسلامية. عندنا الأخ الرئيس النقطة الأخرى في 20 ثانية الفوائض المالية. عندنا فوائض مالية مهولة الحمد لله، يجب أن توظف لبناء الكويت، إعادة بناء الكويت. عندنا فرصة تاريخية الآن كما صارت الوفرة النفطية في بداية الاستقلال، والكويت في حاجة لإعادة بناء، وهذه مسؤولية جميع الأخوة في وزراء الحكومة ومؤسسات الدولة. شكرا الأخ الرئيس. شكرا.